مباريات الليغا الإسبانية للموسم 2020-2021 ملعب ريسيراميكا في مدينة فالنسيا. ملعب المدريغال سابقا يستضيف في إطار الجولة العاشرة لمباراة الدوري الإسباني مباراة فياريال صاحب المركز الثاني برصيد 18 نقطة، فارق نقطتين عن المتصدر ريال سوسيداد برصيد 20 نقطة. ويلعب طبعا هذا اللقاء العاشر لهذا الموسم، 9 جولات، فوز قبل التوقف طبعا المباراة الدولية كان فوز على ختافي 3-1. وهنا في هذه اللحظات نادي ريال مدريد يأتي في المركز الرابع 16 نقطة من خلال 8 جولات، خسارة قبل التوقف أمام فالنسيا بنتيجة 1-4. ريال مدريد يتحدى الإصابات وال16 المقدمة، موجود جوميز رقم 23، دياز رقم 24، وهازارد رقم 7. ادي البداية، أول أهداف في المباراة، أول أهداف في المباراة هنا من جانب اللاعب ماريانو دياز أمامنا هنا، يشارك أساسيا لأول مرة بعد سنة و6 شهور و16 يوم منذ أن لعب أساسيا. آخر مباراة كانت أمام ليفنتي يوم 20 أكتوبر عام 2018. شارك العام الماضي في 5 لقاءات كلاعب، طبعا عاد ليكون متواجد ويسجل في الدقيقة الثانية. مباراة مهمة لأن النتائج السلبية لريانو وكروس يبدأ أساسيا وأوديجارد أساسيا. وادي أمامنا من جانب ريال مدريد اللاعب الموهوب اللي في وسط الملعب، مندي في الجنب الشمال يعكس على طول مندي الكرة العالية. لكن ريال في ال10 مباريات الأخيرة اللي جمعت الفريقين هناك 3 تعته وتألقه وتسجيله هدفين في مرمى المنتخب الروسي في مباريات لقاءات اللي كان خاضها مع ريال مدريد في الموسم الماضي. على طول تمريرة، طبعا قدوم يوفيتش هو البديل الأول للنجم كريم بنزيما مع كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا نصف نهائي الدوري الأوروبي إن شاء الله اللي هيلعب في إيطاليا من 6 إلى 10 أكتوبر من العام القادم. بيرلو يرغب في ضمه في صفوف اليوفي بعد يتحدث بأن حراسة المرمى بوتورس قوة في الدفاع، وسط ملعب متوازن، هجوم في اللعب مانو تريجيروس وسط ملعب يا ولد لعيب تريجيروس. المباراة هتعرف على طول قد ايه المنتخب الألماني كان يومها في أسوأ حالته. يعني النهارده سجل بعد 105 ثانيه في مباراه اليوم ماريانو دياز، يعني متعود او تريجيروس. وادي امامنا انطلاقه والتمريره المره دي باكا سريع مميز، تابعناه متالقا مع اشبيليا مع يوناي امري، ثم كان متالقا مع الفريق هذا الموسم 6 مرات بديل. ادي امامنا الكره على طول الركنيه الاولى جيرارد برونو لما فازت اسبانيا 4-0. ادي الكره العاليه، التعادل يضيع امامنا هنا من داني باريخو، تعادل بيضيع من باريخو. شوف الفرصه، اللقطه من السويد امام فارو، لعب 4 مباريات مع المنتخب الاسباني قبل الانتقال. ارقامه مش ارقام كبيره الحقيقه ماريانو دياز، لكن يعني يحسب له انه بيحصل على الفرصه بيسجل. في هذا المكان كابديفيلا طبعا في نادي فياريال. شوف الهدف اللي امامنا، الهدف اعتماد عليه امامنا كاحد العناصر المميزه، الهداف الاسباني للدوري الفونسو بيدريزا امامنا اللي بيبدا اساسيا في مباراه اليوم. البرازيلي روبرتو كارلوس 70 هدف صنعهم روبرتو كارلوس مع الريال. تحرك المره دي من جانب اللاعب بيدريزا، بيلعب الكره اللي بالعرض الراسيه المره دي من جانب اللاعب اللي كان مكمل. ادي امامنا تريجيروس سجل في مرمى ختافي هذا المسات الركنيه القصيره كالمعتاد، استلام باستداره من جانب باريخو. الكره بتاعت تريجيروس اللي كانت راسيه واللي ارتطمت بالدفاع، لاعب يعتمد عليه يوناي. كرة ملعوبة، يا ولد مودريتش بقى تمرير، عمل 194 تمريره الصحيح 164 في مقابل ريال مدريد. اعتمد عليه امامنا كاحد العناصر المميزه، الهداف الاسباني للدوري الفونسو بيدريزا امامنا اللي بيبدا اساسيا في مباراه اليوم. السويد امام فارو، لعب 4 مباريات مع المنتخب الاسباني قبل الانتقال. ارقامه مش ارقام كبيره الحقيقه ماريانو دياز، لكن